السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة: الحمام اللاحم بيشتغل من عمر كام؟ قبل ما نبدأ الفيديو عايز أشكر الناس اللي عملت لايك على الفيديوهات اللي فاتت. أنا شايف في نشاط كبير من حضراتكم، الناس اللي كانت مكسلة على اللايكات، ويا ريت الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك، والناس اللي سألت عني واللي ما سألش أو اللي ما يعرفش برضه بنشكره كمان. نشكر كل الناس اللي بيدعمونا والناس اللي بتنتظر العروض. احنا بنجهز زغايل اهو يا جماعة إن شاء الله اهو. بنجهز زغاليل زاجل وزغاليل دبيح وزغاليل لاحم. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا بعنا الفترة اللي فاتت الحمام الزاجل شغال، فجايبين زغايلهم هنا بسم الله ما شاء الله، قربت خلاص اهيت، ممكن تندبح دلوقتي اللي عايز دبيح، وممكن لو تساب اسبوع كمان اللي عايز ياخدها معتمد على ان شاء الله. والناس اللي حاجزه زغايل لاحم مفيش يا جماعة، اللي بيعوز بيحجز له بس. حاجات زي كده بسيبهم برضو يعتمدوا مع اهلهم. تمام. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو الحمام اللاحم بيشتغل على كام يوم. انا كنت اتكلمت في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت ديت ان في الحمام اللاحم، بعض الحمام اللاحم بيشتغل على وهو عليه 4 ريشات و5 ريشات، وده طبعا غلط، وهنبين اضراره ايه الوقت والمفروض ازاي. طبعا المفروض والطبيعي ان الحمام لازم يخلص ريش، لكن في بعض استثناءات. لو انت مربي الحمام سايب زي القص ده، كان شباب كان بره هنا كده، كان سايب كده، كان هنا الحمام اللاحم الشباب فوق كده متربي سايب مع السلكات، فبستغل المكان في الأوضة يعني. مش معقول يعني ان انا هحبس الشباب واشوف لها سلكات، الموضوع مكلف. لكن بحط الزغاليل والشباب ياخدوا راحتهم لحد سن التزوج، وبعد كده ببدأ احبسهم. ففي الفترة ديت كنت سلكات كنت بايع منها حمام، ففي مكان فاضي زي كده، فلقيت الجوز ده واللي دخلوا جوه كده ذكر وانتايه من حوالي شهر تقريبا، فسبتهم، قلت ان هم ذكر وانتايه متجوزين، قفلت عليهم وبقيت اكلهم من حوالي شهر. فامبارح لقيت النتايه دي باضت. الناس اللي مش مصدقه ان هي بتبيض وهي عليها 4 ريشات، وهي محبوسه من شهر، يعني معنى محبوسه من شهر ان هي دلوقتي عليها 4 ريشات، ان هي كانت اخده الذكر ده والله عليها 4 ريشات، لسه ما بدلتش ال4 ريشات، لكن هي مش باينه دلوقتي. انا شفتها لان بصور لوحدي وحضراتكم عارفين يعني ايه ايدي دي مش عارف امسك بيها، لكن هي عليها 4 ريشات لسه، فمعنى كده ان هي اتجوزت الذكر ده وهي لسه عليها 6. يعني معنى كده ايه؟ كان عمرها كام؟ كان عمرها 3 شهور. ده حاجة يعني من المعجزات اللي بنشوفها في الحمام اللاحم، لكن طبعا ده غلط. فالمفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ ان انا اخد البيضة منها احضنها تحت حاجة تانية، وممكن تنفع او ممكن ما تنفعش. بيضة بلية يعني حاجة صغيرة قوي، نص حجم البيضة الطبيعي اهو. تمام كده اهي. وهي ننتظر لما هي تبيض البيضة التانية وخلاص بقى هنعزلها لحد ما تخلص ريش، قدامها شهرين. عايز تعرف او ما بتعرفش تعد ريش الحمام، هسيب لك تحت في وصف الفيديو رابط الفيديو اللي هو ازاي تعد ريش الحمام، هتتعلم منه ان شاء الله. لو انت ما بتعرفش اكيد بالتاكيد هتعرف الموضوع بتعدي ازاي. فاذا الحمام اللاحم او حد او حمام غيره او اي حمام ما بيشتغلش المفروض الا على عمر 6 شهور. طيب ايه الاضرار؟ زي ما قلنا ان هي زي ما احنا شفت كده ان هي بتبيض بيض صغير، بيضها هيبوظ، بيضها يطلع فارغ، ينفقس البيض، ممكن تموت الزغاليل او ما تاكلوش. لكن طبعا الحاله دي اللي بيخلي النساء تتجوز بدري ايه؟ ان في ذكر زي ده مخلص ريش من زمان ومالوش مش لاقي انتايه، فهو اللي اضطرها للجواز. تمام. المكان كان فيه ذكور، كان عنده ذكور زياده زي معظم مربين اللحم عندهم ذكور كتير، فالذكر ده مخلص من زمان، وممكن نقول عمره داخل على 19 شهور، فكبير في السن، فهو عنده خبره فعرف يتجوزها خلاص. فاذا هو ممكن ينفع بسبب ان هو الذكر عنده خبره والنتايه ما عندهاش خبره، يبقى ايه؟ حد كبير وحد صغير يعلموا بعض يعني. تمام. لكن هي لسه لازم نموها ما اكتملش، لازم نموها يكتمل عشان تبيض بيض بصحه جيده، وان هي تعمر معانا بعد كده. هي لو انا سبتها تشتغل كده ممكن ما تطولش، تيجي سنه مثلا وخلاص ايه تعبت، يحصل لها اي حاجه، ممكن تبيض. على فكره بسبب ان هي عمرها سنها صغير
البيضة اتحشرت فيها 3 أيام، لكن الحمد لله نزلتها بعد ما شوية تدليك كده وحاجات ان هي مساعدة الحمامة انها تبيض، يعني نزلت لوحدها الحمد لله، وان شاء الله تبيض البيضة التانية بسلام. فلكن هو خطر عليها. الضرر كمان في ايه؟ هيضر الحمامة ان الحمامة دي حجمها لسه صغير، لما تشوفها تقول ده مش ده حجم اللاحم. ايوه فعلا هي لسه ما خدتش الحجم الطبيعي بتاع الحمام اللاحم. لما بتوصل لعمر 6 شهور او اكتر نموها بيكتمل وحجمها بيكبر. لذلك انا دايما اقول لك سيب الحمامه لما تكبر، ما تستعجلش على الحمامه. ان باضت زي كده خدها واعزلها لحد ما تخلص ريش، يكون افضل لها يعني. فهي دي ناخدها نبعدها بعيده عن اي ذكور، لان لو دخلناها على ذكور تانية هي هتتجوز ذكر تاني. تمام. طب هي الحاله دي بتتكرر كتير؟ لا ما بتتكررش كتير. وهيوريك مثال، مثلا النتاية هنا اللي فوق دي اللي على الشمال برضه ذكرها كبير في السن، يعني اكبر منها بكتير اللي هو على اليمين ده، وواضح الحجم اهو، الحجم بتاعه مكتمل. هي الحمامه اتجوزته برضه وهي من نقول ايه من شهر، يعني مش مشكله مثلا، وهي كان لسه عليها ريشتين ولا حاجه. هي دلوقتي في اخر ريشه، بتنشف في اخر ريشه، خلاص لو باضت كده دلوقتي مفيش مشكله. لكن موضوع ان هي بتشتغل وهي عليها 4 ريشات او 5 ريشات ما تكررش كتير. هي تشتغل وهي عليها 4 ريشات او 5 ريشات. لكن هي دي ان شاء الله على وشك ان هي تبيض ان شاء الله قريب، مش هتطول. ولو اتاخرت ما نستعجلش، ما نستعجلش، يكون افضل. احنا نعرف اخواتنا اللي في السعوديه اللي هم اصحاب المزارع الكبيره قالوا لي، يعني حد منهم كتب لي تعليق قبل كده، قالوا ان احنا ما بنشغلش الحمام اللاحم الا من عمر سنه. بيعزلوا الذكور لما تظهر كده، الذكور في مكان في اوضه مغلقه والاناث في غرفه مغلقه لوحدها. لما يبقى عمرهم سنه بياخدوهم يشغلوهم، هتلاقي احسن شغل ليهم باذن الله. طيب كل واحد برضو يكتب لنا تعليق عن تجربته في حكاية ان الحمامة اشتغل عنده من عمر قد ايه، واشتغل عنده هو عليه كام ريشة وهكذا يعني يا جماعة. احنا عملنا الفيديو ده ردا على التعليق اللي بيقول، هو معرفش تعليق استهجان او هو مستغرب ان انا بيقول عليه، انا بقول ان الحمام اللاحم بيبيض وهو عليه 4 ريشات. ان انا قلت كده، انا قلت كده فعلا في بعض الاحيان، ولكن لها اضرار. هي هتشتغل لكن يستحسن ويفضل ان انت تعزلها لحد ما تخلص ريش. تمام كده. طيب بالمناسبة يا جماعة، في موضوع حصل معايا لازم احكي لكم عليه بمناسبة بيع الحمام اللاحم والناس اللي عايزة شحن الحمام. معرفش بقى يعني، انا اتفاجئت ان واحد بعد ما شحنت له الحمام والحمام وانا في الموقف، السواق بيكلمه ويقول له انا هاخد مثلا 100 جنيه، فلقيته بيقول له لا مش عليا، الشحن بيكون على حساب المشتري. يعني انا قلت، هو اول واحد قال لي انت ما قلتليش ليه؟ قلت له انا ما اعرفش ان انت اول مره تشتري، يعني لازم الشحن اكيد بيبقى على حساب المشتري. اي شيء بتشحن لك انت اللي بتدفع. الناس اللي بتفكر تشتري مني او من غيري حمام يتشحن لها لازم يكون عارف ان هو هيدفع مصاريف شحن. طب تعال نشوف كده اللحم السلفر. احنا طبعا سلمنا الجوز الزغاليل اللي كانوا معاهم، لسه مسلمينهم قريب زي ما قلت لك كان بيلحم. الحمد لله والشكر لله، هو فقس 2، مات منهم 1 اتفعص تحتهم الداس يعني خلاص من وقت واحنا لسه يعني سلمنا الزغاليل، وتاني يوم دول فقسهم ومات 1 اتفعص تحتهم. تمام كده. واتكررت في كذا واحد من اللي هو السلفر. نشوف الباقي. هنا كمان ده برضو اتفقس ومات منه 1 على طول بعد ما فقس. لكن ده اكبر شوية من الزغلول اللي جوه، هنضمهم بس بعد 2 3 كده، نبقى نضم الزغلولين على بعض عشان حاجة تبيض تاني. هنا كمان ده برضو قص سلفر تاني، برضو هنا بيضة اتفعصت تحتهم، والبيضة الزغلول التاني لسه فائس دلوقتي حالا اهوت ما شاء الله. شوف حجمه صغير ازاي، هو بيفقس بالحجم الصغير ده لكن سبحان الله بيكبر، بيكون اكبر من اللحم الابيض ما شاء الله. لكن وقت الفأس تحس ان هو صغير جدا، اصغر من اللحم الابيض. ده اللحم السلفر. بعتذر للناس اللي بتسأل يا جماعة، مفيش حمام لحم شغال، مفيش حمام لحم شباب الفترة الجاية، مفيش غير زغاليل لحم ابيض بالحجز.
اللي عايز بيحجز بعربون، بيدفع عربون الاول حتى لو 50 جنيه عشان اعرف اطلبه بعد كده، اكتب اسمه في الدفتر بتاع الحجز اللحم واطلبه. اما الزاجل لما هيطلع زغيل زاجل ان شاء الله، الزغيل لما هتكبر ان شاء الله زي ما قلت لكم هنعرضها ان شاء الله. يعني مثلا اهو في هنا مثلا زغلول اهو زاجل مع زغلول لحم، في هنا زغلول زاجل او ما شاء الله ينفعهم، في هنا زغاليل زاجل بسم الله ما شاء الله. حاجة محترمة. بكده أكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.